مش اي حد يتعاتب. يعني العتاب ده عملة غالية، عملة نادرة. مش اي حد ان انت تعاتبه ولا انت تراجعه في حاجة عملها. العتاب ده اتعمل لعلامة معينة. كان يقولوا العتاب مش طبع الاحباب. لا والله العظيم، ده اللي انا بحبه هو اللي هعاتبه، اللي انا باقي عليه هو اللي هعاتبه. الانسان اللي هعاتبه ده يبقى انا محتاج ان انا اكمل معاه. ففي حاجه يعني غلطه او اتنين تموا، او في خلل في العلاقه بينه وبينه تمت، فانا هعاتب عشان نعدي المرحله دي، عشان نبقى نبتدي مع بعض من جديد على نظافه. لكن انا لو ما عاتبتش يبقى انا ببيع. الانسان اللي مش بيعاتب يبقى هو كده رمى طوبه اللي مش هيعاتبه. انما طول ما في عتاب الدنيا جميله والدنيا حلوه والدنيا مكمله. العتاب مطلوب، لكن في عالم ما ينفعش عاتبه. زي مين؟ حد سابك في وقت زنقتك، في وقت ازمتك، في وقت ما الدنيا جت عليك، في وقت الدنيا ما قطعت فيك. في الوقت ده في حد باعك، في حد كان معاك ملازمك ليل ونهار، لكن لما جت البلوى والعياذ بالله ربنا يعافيكم جميعا من البلاوي بعد عنك، تخلى عنك. ده اياك تعاتبه، ده تبعد عن طريقه من سكات. لا يجي لك في طريقك تاني ولا تروح له في طريقه. اعاديه؟ لا ما عادهوش، لكن بقت بينه وبينه انا عرفت اوله ايه واخره ايه. فالبني ادم اللي باعني في وقت ما كنت انا محتاجه، لان مجرد ما انت هتعاتبه عتابك هيتفهم غلط، هيتفهم كأن انت بتتوسل له، او ان انت بتحاول تقرب له عشان المشكله اللي انت فيها او البلوه اللي انت فيها. فانت في وقت بلوتك وكان حد معاك وباعك، ده تلغيه من حساباتك، لا يرجع تاني ولا حتى يستحق منك مجرد العتاب. البني ادم الكذاب ده ما يتعاتبش. سواء انت في راجل كذب عليكي ده ما يتعاتبش. انت في راجل صاحبك حد معرفتك كذب عليك ده ما تأمنوش ولا تعاتبه. زي ما قلنا العتاب ده طبع الاحباب، لكن الكذاب ده مش حبيب. الكذاب ده هيبقى كذاب في كل حاجه، حتى في مشاعره هيبقى كذاب، حتى في كلامه، حتى في وعوده، حتى في وقت ما هيقول لك انا هبقى معاك و هو كذاب. هو كذاب. فانت هتاخد ايه الخير من ورا الكذاب؟ فالبني ادم الكذاب ده لا يؤتمن ولا يعاتب. ما تعاتبوش. هو ما يفهمش يعني ايه عتاب، ما يفهمش يعني ايه لغه احباب. هو لو صادق معاك يبقى صادق في مشاعره، صادق في كلامه. لكن البني ادم الكذاب ده ربنا مش عبد، مش كده؟ ان الله يعني ايه؟ ان الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. لا، الكذاب ما يتحبش، لان هو بافعاله هي اللي خلته يوصل لمرحله انه ما يتحبش. والحقود، البني ادم اللي بيحقد عليك، الحقود. وانا هروح اقول له انت بتحقد عليا ليه؟ على فكره انت كنت بتحقد عليا انت بتحقد على ابني عشان دخل الكليه الفلانيه. والله انت بتحقد على بنتي. هو ده كلام؟ الحقود ده هتعاتبه تقول له ايه طيب؟ فالحقود لا يعاتب، لان عتابك معاه هيعتبرها مذمه له، وبدل ما انت ليك حق هينقلب عليك حق. فبني ادم الحقود لا يعاتب. عتابك له هيعمل له مكانه ويعمل له ارضيه ويديه شرعيه ان يهاجمك. فانا مش هديله الشرعيه دي، انا هابعد عنه من سكات ومش هعاتبه. فالعتاب مش طبع الاحباب. لو طبع الاحباب اللي هحبه هو اللي هعاتبه، البني ادم اللي انا هحافظ عليه هو اللي هعاتبه. لكن لا الكذاب ولا الحقود ولا اللي بعد مشكله وتخلى عن المشكله ده انا مش هعاتبه. السلام عليكم.